طلعت يا ما أحلى نورها شمسي الشموسي. قمت من النوم يا ولاد ولا بيا ولا عليا، فتحت البلكونه بتاعتي لقيت الجو يرد الروح. قلت يلا يا بنت يا مسك قومي اعجيني رقعتين واعملي صينيه عجه في قلبك، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، معايا كيلو دقيق نخلته كويس جدا، وهبدأ بقى اعجن لكم الرقاق. معايا كوباية لبن دافي يا جماعة، نزلت بربع معلقة ملح ومعلقتين سكر بمعلقة الشاي. تمام كده تمام. هنمسكه بقى هنقلبه كده عشان الملح والسكر يدوب كويس، عشان لو حطيته على العجينة على طول الملح خشن سنة والسكر خشن برضو سنة، فهيبان في العجينة، فقلبيه كده احسن. دوبت كويس جدا الملح مع السكر يا بنات، وهبدأ اعجن العجين. اهم حاجة ان انت تكوني نخلة دقيق كويس جدا. ومعايا يا جماعة معلقتين سمنة، معلقتين كبار سمنة. تمام، عايزة تحطي معلقة سمنة بلدي على سمنة جنة او سمنة روابي مفيش اي مشكلة. تمام كده، دفنا كل حاجة مع بعض، وبدأت انزل بالخليط الملح والسكر واللبن مع بعض، وهبدأ انزل كمان بكوباية، يعني انا نزلت بكوباية ودي تاني كوباية على الكيلو الدقيق. تمام، قلبي كده بقى يا مسك كده. تمام، هنحط شوية لبن كمان، يبقى هي كده خدت كوبايتين ونص مية العجينة. خلاص هتبدأ تلم معايا هي يا بنات. تمام، ايوه كده. ورك ما تلم معايا يا بنات هبدأ انزل بمعلقتين السمنة بتوعي، معلقتين كبار يا بنات. خلاص كده، رك ما هتحط السمنة على طول هتلاقي اوتوماتيك العجينة بتاعتك بتلم معاكي وبقت زي الفل. اعجيني بقى وطلعي طاقتك فيها. اظن انت لسه صاحيه من النوم يا مسك ومفرفشه كده وواخده كفايتك في النوم. يلا بقى عايزاكي تعجيني العجينه زي الفل. خلاص كده عجيناها وخليناها زي الفل يا بنات. شوفوا ملبن معايا حته عجينه قمر يا بنات. تعالوا بقى نبداوا نقرصوها. يعني هقول لكم، شفت البرتقانه البلدي كده قدها بالظبط، هنقرصوها قد البرتقانه البلدي ويمكن اقل شويه. اهو شوفوا التقريصه قدامكم اهو يا بنات. انا بحب الرقاقه ما تكونش كبيره قوي، يعني تكون في الوسط كده. هنقرصوا الكميه مع بعض يا بنات. يا جماعه حطوا لي بقى بليز اللاف وتكتبي لي كومنت حلو من بقكم اللي بينقط سكر ده. يلا بقى ادينا احنا قرصنا وسيبناها ترتاح شويه وغطيناها بكيس وعليه حته من فوق. تعالوا بقى يا بنات، عقبال لما العجينه ترتاح شويه نبداوا نعملوا خلطه عجة مع بعض يا جماعة. اما صينية عجة يا بنات تحفة. بصوا قطعت لها بصلاية كبيرة كده مكعبات. تمام، هديلها التشويحة تمام، وراكي ما يتشوح ويوصل للون ده هبدأ انزل بقرن فلفل حراق وواحد بارد وفصين توم. قلبي بقى المكونات بتاعك بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي يا بنات. تمام، ركي ما يدبل معايا تكوني محضره طماطميتين كبار وتكوني مقطعاها مكعبات بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت كده عسل. شوحي بقى وسيبيها تتسبك كده وتاخد وتدي، والبصل والطماطم والفلفل يكون واحد. تمام، تعالوا بقى ننزلوا ببهاراتها. نزلت بمكعب ماجي وعلى حسب رغبتك، وشويه بهارات سبعه، وشويه بابريكا، وشويه فلفل اسمر يا بنات، وسنة كمون بسيطة. تمام كده، اكيد طبعا هنحط لها شوية ملح. ايوه كده تمام. الخلطة معايا بقت زي الفل. يلا بقى ندوها تقليبة. ايوه كده تمام، سيبوها بقى تتشوح كده وتتسبك. ما شاء الله راح بقت زي الفل يا بنات. هبدأ اجيب لها حزمة كزبرة خضرة يا جماعة، احنا مسمينها خضرة بس في ناس بيقولوا عليها كزبرة، فانا قطعت لها حزمة كاملة. تمام، وغسلتها كويس جدا وقطعتها حتت صغيرة. خلاص كده تمام كده، انا طفيت على الخليط. رك ما يوصل للمرحلة دي يا بنات. تعالوا بقى نفردوا العجين مع بعض. عقبال ما نخلصه والفرن حامي كده نروحوا مدخلين صينية العجة. تمام كده، يلا بقى نفرده. انا نفسي اعرف انا كنت فين وانا بصور يا بنات.
انا بصور ايه؟ طب انا عايزه حد بس يقول لي كده يا بنات، انا كنت بصور ايه؟ مش عارفه. يلا بقى، بس كان يوم متعب جدا بالنسبه لي، لان انا بقالي فتره بعيد عن عن العجين والخبيز والحاجات دي يا بنات، لان ما كانش عندي فرن هنا في البلد اللي انا قاعده فيها. تمام. فبعدين لما جه بقى بدات اعمل الحاجات بقى واعيد ذكرياتي، فتعبت قوي. انا بفرد كده على فكره الرقاقه معاكم اهوت بالطريقه اللي شايفينها. كان نفسي المشهد ده يبقى مظبوط عشان تشوفوه وانا بفردها. هي مش بتحتاج حاجه اساسا، هي سهله جدا يعني. خلاص كده، هي بس لازم تكون رقيقه خالص، يا ريت ما تبقوش تخنوا. خلاص كده بعد ما فردت الكميه كلها يا بنات، الفرن معايا حاميه اهوت. انا ما عنديش مطرحه، بس عندي الايه، البلانشه اللي بقطع عليها الخضار، بقيت احط عليها. هعمل ايه؟ الجيش قالك اتصرف. بصوا ما شاء الله الفرن حامي بيخلص بسرعه. وشوفوا يا بنات، والله العظيم كان جميل، وكان حاجه كده عظمه عظمه يا بنات، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا جماعه كان محمد ابني بيصورني بصراحه، قلت له تعالى بقى يا محمد صورني، خليني اعرف اجيب المشهد مظبوط. بصوا بقى ما شاء الله يا جماعه، الرقاق ما بياخدش وقت وبيطلع بسرعه. يا دوبك بتكوني بس مسخنه له النار وراكي ما يدي لون اصفر من فوق كده، بيطلع على طول. بصوا ما شاء الله الفرن ده ناعم على فكره في البيت والله العظيم. بصوا يا جماعه، دخلت كمان المطرحه، ان شاء الله اجيب مطرحه باذن الله هيتظبط عن كده. بس كان رقاق والله العظيم، كان طعمه تحفه وكان خطير صراحه. اهم حاجه بس إيه وانتي يعني ايه قبل الشغل، اهم حاجه تظبيط الشغل، يعني تكوني مخلصه العجين بتاعك وسايباه يرتاح، وخبزاه كله مبططاه كله، بحيث ان انت تدخلي في الفرن بسرعه بسرعه، وما تغسلك يعني ما تستهلكيش غاز كتير. وصلت؟ لما تكوني فارده حاجتك كلها ومغطياها، وبتاخدي مثلا ايه، بتخلي حد يناولك رقاقه رقاقه كده، ما بتاخديش غاز كتير، وتكوني مخلصه بسرعه. يا بنات كل ما العجين بيرتاح كل ما يديكي نتيجه احلى في اي حاجه. بصوا ما شاء الله، شوفوا اللون ده، حاجة كده خطيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. تعالوا بقى، احنا خلصنا الكمية كده مع بعض يا بنات، تعالوا نعمله بقى، نكملوا صينية العج. طبعا الخليط بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه سيبناه يبرد، وده لازم يسيبه يبرد. هننزله بكام؟ هننزله ب7 بيضات، 6 بيضات، 5 بيضات، المتاح عندك. انا يا بنات نزلت ب6 بيضات. تمام كده، تمام. ايوه كده، وفاضل بيضة كمان. انا على فكره انا جبت بيضه كمان حطيتها. هنجيبه بقى ايه، ربع معلقه كربوناتو يا بنات، بنفس الطريقه اللي شايفينها دي. وهنجيبه ايه تاني، هنجيبه البيضه اللي انا قلت لكم عليها. يبقى انا حطيت 6 بيضات، وحطيت لها سنه بابريكا يا بنات، وشويه بهارات كده، فلفل اسمر على شويه ملح كده، وحطيت لها 3 معالق دقيق. تمام كده. ابدأي بقى اخلطي كويس الخليط ده مع بعضه. تمام. ايوه كده، اضربي فيها كده شويه محترمين، بحيث ان الدقيق يتفكك كده ويبقى كل هو والبيض حاجه واحده. ايوه تمام كده. يلا يا ست الكل بقى، حطي لي قريب من ايديك الحلوه ديت. ايوه كده. كان عايز سنه ايه، ملح يا بنات، سنه ملح صغير. يلا، حسيت اللي هو محتاج كمان بيضه، زودت بيضه يا بنات. يبقى انا كده حطيت 7 بيضات. ممكن تحطي 6 وممكن تحطي 5 على الخليط ده، على فكره مش هيقول لا. تمام كده. بعد ما حطيت الطماطم والخلطه اللي انا كنت عاملاها، هقلبها كويس جدا يا بنات. ايوه كده، قلبي بقى قلبي. هتلاقي بقى كل ما تقلبي هتلاقي الدقيق بتاعك اتفكك وبقى زي الفل. تعالوا بقى نسخنوا الصينيه بتاعتها كويس جدا، وتكون في الفرن. انا لسه مطلعاها من الفرن، اتسخنت كويس جدا. هنزل بالخليط دي، ولازم تحطي العجه بالذات على صينيه سخنه مش صينيه بارده. يلا بقى تعالوا ندخلوها في الفرن وتدخل في امان الله. ما شاء الله دخلت الفرن معايا يا بنات اهيت، عظمه. شوفوا بقى العظمه دي بعد ما طلعت يا بنات، ما شاء الله تبارك الرحمن. تعالوا نقطعوها والله العظيم كأنها صينيه كيكه.
ولا ريحتها يا بنات، ريحتها كانت قلب الدنيا، ريحتها كانت خطيرة مع ريحة الرقاق وريحة الخبيز يا بنات، حاجة كده والله العظيم طاقة ايجابية بجد. اللي متضايقة وزهقانة ومش حاسة ان في حاجة مش مظبوطة، قومي كده صلي على النبي واعجنيلك شوية عيش في البيت يدخلوا بركة في بيتك. شوفوا بقى يا بنات، مع شوية ترشي مع الرقاق العظمة ده، الرقاق القمر ده، هتفردي العجة على الرقاقة مع حتة المخللة ويا سيدي، واحلى غدوة واحلى عشوة كمان، تمشي غدوة تمشي عشوة كده يا بنات. كده وصفتي خلاص خلصت. يا ريت اللي شاف الوصفة ديت يعمل لي، يكتب لي كومنت حلو ويعمل لي حركة القلب. يلا بقى اسيبكم في رعاية الله في فيديوهات احلى واحلى، وما تنسونيش في التشجيع يا جماعة وتعملوا لايك. مع السلامة.